الناس اللي اول ما بتفتح بقها بيخرج منه كلام بيور نقي، بس اول ما بتركز معاهم بتلاقيهم عاملين زي الالعاب اللي انت بتشوفها على التيك توك وانت بتقلب، اللي هي الالعاب بتبان من بره جامده قوي بس لما بتيجي تحملها بتلاقيها لعبه تانية اساسا. وحلقه النهارده عن الناس العفويين على الانترنت. وطبعا انا يعني كعادتي مش عارف انتظم في اليوتيوب بسبب قله الدعم، فلو انت شخص محترم واهلك ربوك هتنزل دلوقتي تعمل لايك وتشترك في القناه. مش عارف ليه يعني قررت اقولها، انا كنت بحب اقول اعمل لايك واشترك والكلام ده، بس انا قررت اقولها يعني يمكن يطلع لعيب فيها ولا حاجه، فلو الفيديو ده جاب تفاعل فهعرف ان كانت المشكله هنا. وحابب برضه اقول ان الحلقه دي من اعداد سناء او سنه، احسن واحده بتعمل ميمز على التيك توك. شاوت اوت لسناء عشان الميمز بتاعتها حلوه. وبس كده، يلا بينا نخش على الفيديو. انا ليه بعمل كده؟ اهو يا بلو. ارميه على الارض. اهو. اتكسر. ايوه. قولي له انا اسفه. انا اسفه. اتصلح. لا. هو ده اللي انا عايز اوصله لك يا اسماء، ما تكسريش قلب انسان. قولي له انا اسفه، ارجع زي ما كان. أنا حلوة وطيبة، أنا جنيتي الحبوبة، أنا حلوة وطيبة. ايوه بقى، انا لازم ابين ان انا كيوت وكده. بس تعالى كده اوريكم ان الفيديو ده اصلا هي متفقه معاه مع امها. مش هتنامي مش هتنامي مش هتنامي. ما قالت لها مش هتنامي، ولو ركزنا في وشها هنلاقي دي ضاءة شمس. يعني الناس اللي بتصور عارفين دي ضاءة شمس. امها جايه تسالها مش هتنامي الساعه 2 الظهر. ايه اللي جرى للناس؟ ايه اللي جرى للناس؟ علينا نعمل الناس اتجننت. في الحقيقة كلنا ساعات أو دايما بيمر علينا وقت إن إحنا بنكون محتاجين فلوس. على طول احنا محتاجين فلوس، يعني حضرتك يعني مين مش محتاج فلوس؟ مكونش أحسن حاجة، وأنا مقدر ده. هو انا مقدر ده برضو، بس انا مش مقدر ليه انت بتتكلم كده وبتحاول تعمل كده وانت بتتكلم. ده اللي انا مش مقدره. في الحقيقة عشان ما أكدبش عليكم، بس هو ثواني نسيت أحط التلج. بس هو بقى المشكلة إن هو كان جاي لي عن منصة من المنصات بتاعة الرهانات والحاجات اللي زي كده. وطبعا الكلام ثانية بس، انا قبل ما اسقف لك، انت لو رفضته فتمام. وطبعا الكلام ده حرام. تمام. فأنا رفضت وقلت ربنا يعوضني خير. ولو يعني في مرة من المرات لقيتوني بطلع لايف، ده مش معناه ان انا بطلع عشان فلوس او بطلع عشان حاجة. كان زماني طلعت من زمان. بس دي المقدمة اللي انت بتقولها قبل ما تفتح لايفات وتقعد تكبس، هي دي بتكون عاملة زي كده، انا عارفها. صحيح، قبل ما انسى كنت بفكر ان انا اغير اليوزر نيم بتاعي وان انا اغير اسمي خالص، فنكنسل محمود ده خالص عشان ده من الاسامي التوكسيك وانا مش عايز اكون توكسيك الصراحه. انا بكره قوي الناس اللي بتحكم الناس بتاعت الابراج. انا بكره الناس دي قوي، يعني بغض النظر ان الابراج حرام، فكرتها متخلفه. يعني اجيب ايه مجموعه صفات من مجموعه اشخاص كده واقوم ملزقهم واقول هوب ده صفات برج البتنجانه مثلا. اي مواليد في شهر 8 يبقى بتنجاني فهو اكيد بتنجاني. برج مش عارف ايه ليه مش كل شخص بشخصه كده؟ ليه يعني؟ في اسامي دايما كده بحسها توكسيك على طول، منهم مثلا يعني محمود بقى وزياد واحمد ومحمد. حد خد باله من الشهقه اللي طلعت من شويه دي؟ صفية ايه؟ حد خد باله منها؟ دي شهقه عفويه كده، ما بتطلعش من الناس العاديه كده، لا بتطلع من الناس دي. فانا كنت بفكر نفسي اسمي نفسي مالك. ايه رايكم؟ مالك مبسوط دلوقتي. حلو. شفتوا النظره العفويه؟ انا مالك مبسوط دلوقتي. انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. عليا النعمه انت ما طبيعي، والله ما طبيعي. انا غلطانه اللي طلعتكم معايا يا شباب. لو حد شاف الحاجات دي يلا مين هيشوفها؟ مين هيشوفها؟ يعني انا هنزل الفيديو على التيك توك ومحدش هيشوفه عشان هنزله برايفت. مين هيشوفها؟ بس خلاص. طيب خلاص انا بضحك قوي خلاص. طب يلا يا مساعد يا مسيف. طيب اعدل الحصان عشان ده بلبن الجاموسه. لا بس مش اي كلام. ايه ده؟ يعني انت قاعده 7 دقايق بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طب يا جماعه، زياد هياخد ده او هياخد بنت اموره وجميله جدا وما فيهاش غلطه، صوتها. طب يا جماعه، زياد هياخد ده او هياخد ده.
عفوي جدا بقى. ده راعي العفويه في الخليج، اللي هو يا بنات يا مصريات انا عارف ان انتوا بتموتوا في الفلوس، يلا تعالوا انا مأجر شقه في البيت. انا مش مرتاح. انت بترجعي، انت شاربه حاجه بترجعيها؟ طيب اكلتي اكله بايظه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مطروح من كل الناس جدا انتوا ليه لازم تعملوا فينا كده يعني؟ ليه ما بتضحكوش زي بقيه البني ادمين الطبيعيين؟ انا نفسي اعرف الناس اللي هتموت من الضحك في الكومنتات دي بيضحكوا على ايه؟ بيتفرجوا على فيديو تاني؟ ده النو فلتر، انا عندي مشكله في النطق. ده النو فلتر بتاعي يتعمل منه فلتر يا بت. شفت النار يا حرق زي العين ضرب الكلب العور عض النار. يعني انت كده مش حاطه فلتر. فعلا يا روحي فعلا معاكي حق. حركة الرقبة دي يعني مقرفة. وبعدين خد تعالي بس، خد تعالي اسألك على حاجة. ايه ده؟ ايه الجلخ ده؟ ايه ده؟ ما تغسلي ايدك يا ماما، ما تطلعناش بالقرف ده. انا مش انضف واحد، انا واحد بشخ على نفسي بس ما اطلعش قدام الكاميرا كده، ما تقرفوناش بقى. لا 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 بجد يعني حسبي الله ونعم الوكيل في شيماء طارق ولا مش عارف اسمها ايه اللي كانت بتعمل الحركه دي. يا اخي يحرق ابو الدرج على اليوم اللي شفتك فيه، ولا تنولفك يا جدع يا بنت الدار. انا مش عارف البنات اللي بيقلدوا خلاص. انتوا عارفين اصلا الحركه دي كان ايه؟ الكلب اللي كان بيتحط على تابلوت كوسه الابيض في اسود زمان. انتوا بتقلدوا ايه يا جماعه؟ تجيب لي فكايه نصحيح. بص بقى يا ماما، تيتا دلوقتي هتتحرك عادي ولا كأنها تعبانة؟ اللي هي ستك هتبقى هتكدب في عياها؟ انا هجيب ردي على الفيديو ده دلوقتي حالا من فيديو لصديق ليا على اليوتيوب. محتوى الاسدال ده بيبقى مقصود بيه السكتشات الكوميديه اللي بتدور حوالين الشخص المهمش الفاشل ومشاكله مع عيلته من الاخر، اللي هم بالمناسبه بيبقوا نفس الشخص. وانا ليه قلت حاجه زي كده في السكريبت؟ معلومه يا جدعان جديده عامه، اكيد ما كانش باين خالص ان الشخص ده هو الشخص ده هو الشخص ده. انا عامه كنت كل ما اشوف الثلاثه دول كنت افتكرهم ثلاثه مختلفين عن بعض يعني. بس انا جايلك في الكلام، هم بيبقوا نفس الشخص، بس الفرق مثلا ان الاب بيبقى عنده كرش ولابس نظاره او حاطط شنب كرتون ومش عاجبه اي حاجه في الحياه وعمال يعدل على اي حد معدي قدامه. شخصيه الام بتبقى ست غبيه بدقن صوتها مسرسع لابسه اسدال. وبالمناسبه انا سميت المحتوى ده محتوى الاسدال لان هو ده المشترك بين كلهم حرفيا. اي واحد بيعمل المحتوى ده لازم يبقى حاطط اسدال في الفيديو، فمن هنا طلعت عليهم محتوى الاسدال. افرحوا بقى لكم اسم اخيرا. الحقيقه ما عنديش اي كلام اضيفه على المحتوى ده او الناس اللي بتقدمه، يعني محتوى مقرف. ماني راجعة بتاع فصل البتاع مش راضي عن اللي بيحصل فيه. ماني راجعة اتركوني، شو خاصكن امتى بدي ارجع؟ بتتكلم في المعاش يعني موتوا من الضحك وكده بقى. يابا انا بموت بالبلدي، طب يلا كمان ليتس جو، غمزة عينك لوحة غيري والله لموت. ده مشهد تمثيلي عفوي جدا لما تكون واكل مكرونه بعيش بلدي وتخش الحمام بعديها، بيبقى ده شكلك. في جندن هي نفسي تعبت وتعبت بروحي وانت لسان فادوا وبابا فرمت. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. انت بتاكلي كده ليه يا بنتي؟ انت بتاكلي كده ليه؟ يعني ما حدش هيفهم كلامي ده قوي، بس عارفين مثلا لما تقعد تصطبح من الساعه مثلا من بعد المغرب او من بعد العشاء مثلا لحد الفجر او لحد الساعه 6 الصبح وتبقى قاعد شغال طخ 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 ومفيش ولا اكل ولا شرب، وواحد صاحبك يجي يقول لك ايه فلان مثلا بتاع عربيه الفول هيفتح كمان 10 دقايق تعال نجيب من عنده، فانت تبص له كده وتقول له هو ده يلا. اول لما بتجيبوا الاكل بيبقى ده منظرك وانت بتاكل. انت ليه طب بتورينا وانت بتاكلي يعني ايه ايه ده؟ انا مش فاهم في ايه. وبس كده بكده يكون الفيديو خلص. بحب اشكر سناء على شويه الفيديوهات الجميله دي، ولو الفيديو عجبك وهو باذن الله اكيد عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك يعني، عشان انا راجل لغات وانت ما بتفهمش انجليزي زي يا فلاح. اللي بقوله تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب رايك في كومنت. وبس كده انا شادي جن، استناني ان شاء الله الشهر الجاي في فيديو جديد. سلام.